ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم في فيديو جديد من ديجو تيوب. خطه 4-3-2. الخطه دي اتسالت عليها كتير، والخطه دي فعلا جامده جدا ووصلتني رانك عالي، اعلى من الرانكات اللي انا كنت بوصل لها. تعالوا مع بعض في فيديو صغير نخش نتفرج ازاي بتتعمل وازاي التكتكس والتعليمات بتاعت كل لاعب وكل مركز. ولو اول مره تشوفني بقى يا معلم، لايك وسبسكرايب وشير علشان يوصلك كل جديد مني. يلا بينا نخش على الفيديو. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على السكواد، على التشكيله، ونشوف احنا هنعملها ازاي الخطه دي. طيب اول حاجه دي الخطه اللي انا بلعب بيها حاليا اللي هي 4-2-3-1. لا ملناش دعوه بيها، نخش سكواد سيلكتور ونجيب الخطه الثانيه اللي انا بلعب بيها برضو اللي هي 4-3-2. تمام. الخطه دي خطه جامده جدا على فكره، وصلتني رانكات عاليه. وزي ما انتم شايفين كده دي التشكيله اللي انا كنت بلعب بيها في 4-3-2، وهتلاقيها فيها 2 سي دي امات، 2 محاور سي دي ام، و2 كامات بس فاتحين شويه، و2 سترايكر. الخطه دي كلهم قريبين من بعض، وبساط وتيكي تاكا، حاجه كده بص خطيره يعني. نخش مع بعض بسرعه كده على التاكتكس ونشوف بنعملها ازاي. اول حاجه في الديفنس، في الديفنس ستايل انا بخليها بريشر اون هيفي تاتش، يعني بخليها ضغط بعد لمسه قويه. تمام. ما بخليهاش متوازن اللي هي بالانسد، ولا بخليها اللي هي الضغط بعد فقدان الاستحواذ اللي هي بريس افتر بوزيشن لوس. ليه ما بخليهاش كده؟ لان البريس افتر بوزيشن لوس بتخلص الاستامينا بتاعه اللعيبه بسرعه، بس هي كويسه، بس ما انصحكش تبدا بيها الماتش. ممكن تعملها في اخر 10 دقائق اللي هي دي، او اللي هي الضغط باستمرار. تمام. وبالانسد بتبقى كويسه في الاستامينا، ما بتقلش بسرعه، اللي هي الطاقه او الباور بتاعت اللعيبه ما بتقلش بسرعه، بس الضغط ما بيبقاش عالي. فعندي انا بالنسبه لي البريشر اون هيفي تاتش دي بتبقى متوسطه ما بين الاثنين، ما بين البالانسد وما بين الضغط بعد فقدان الاستحواذ اللي هي افتر بوزيشن لوس، البريشر افتر بوزيشن لوس. فدي بتبقى ما بينهم، بيبقى في ضغط عالي على اللعيبه، وفي نفس الوقت ما بتضيعش الطاقه او الاستامينا بتاعه التيم بتاعي بسرعه. تمام. بالنسبه للويدث بخليه 45، وبالنسبه للديبث بخليه 65. ولو عايز اعمل مصيدة التسلل، بس الخطه دي ما انصحش فيها بمصيدة التسلل، بخليها 70. تمام. بالنسبه للبيلد اب بلاي فانا دايما بخليه على طول بالانسد. اوكي. بالنسبه للتشانس دي بخليها دايركت باسنج على طول، اللي هي تمرير مباشر، عشان زي ما انت شايف كده، واللعيب وقت ما هو بيجري وانت بتجريه بالال1 بيكون الباص ينفع يروح له على طول من غير اي مشاكل. بالنسبه للويدث بخليها 45. بالنسبه للبلاير اون بوكس بخليها 6. الكورنرز دي انت وطريقتك، يعني انت وطريقه لعب. بتحب لعيبه كتير في الكورنر عشان انت بترفع، فتخليها 3-4 زي ما انت عايز. لكن انا بالنسبه لي مثلا في الفري كيك والكورنرز بحب اللعيبه كلها تبقى على المنطقه، لان انا بلعب بالجليتش اللي هو بتاع الكورنر، ان انا بطلع الكوره بره وابصيها واروح شايطها من بره بخارج وجه القدم والكلام ده كله. تمام. فانا بخليها واحده وواحده. اوكي. دي كده بالنسبه للتاكتكس. نيجي بقى على الانستراكشنز والتعليمات لكل لاعب، ودي اهم حته في الخطه. تمام. اول حاجه عندي الاثنين السترايكرز بتوعي بخليهم الاثنين جيت بيهايند. اوكي. الاثنين جيت بيهايند، ده جيت بيهايند وده جيت بيهايند. اوكي. ممكن تخلي واحد فيهم ستي فورورد لو انت عايزه يفضل على طول قدام، بس انا بخليهم الاثنين يرجعوا ياخدوا الكوره من، يعني ينزلوا ياخدوا الكوره مع الكامات وسيديمات وايه، ويطلعوا معاهم. تمام. فدي جيت بيهايند اللي هي اختراق الدفاع، يعني ينزل ويخترق، ينزل ويخترق، عشان خاطر ما يقعش في الاوفسايد كتير. تمام. بالنسبه للاثنين كامات بتوعي فالاثنين انا بخليهم طبعا كام باك تو ديفنس زي ما انت شايف كده، وبخلي واحد فيهم جيت انتو ذا بوكس تو كروس فور كروس، يعني يخش البوكس علشان الكروسات. تمام. وانا بفضل ان انا اخلي بيست بالنسبه لي هو الاسرع والشويت اكتر بالنسبه لي، اللي انا بحب العب بيه، يعني هو ده اللي بخليه جيت انتو ذا بوكس فور كروسنج. اوكي. والاثنين بخليهم كام باك تو ديفنس، يرجعوا مع المدافعين وقت الدفاع. تمام. بالنسبه للاثنين سي دي امات اللي عندي اللي هو تورام وجندوزي، الاثنين دول بخليهم كات باسنج لينس زي ما انت شايف كده، بخليهم كات باسنج لينس، وبخليه ستي باك وايل اتاكينج، واكيد كفر سنتر. لازم الاثنين يكفر سنتر، لان عندي الاثنين اوريدي الكامات بيرجعوا، الاثنين الكامات بيست وباجو بيرجعوا يغطوا الوينجات وقت الهجمه ما تكون علينا. تمام. بالنسبه لجندوزي نفس الكلام، بديله كات باسنج لينس،
ستي باك وايل اتاكينج وكفر سنتر. اوكي نيجي بقى بالنسبه للاثنين سي بي، الاثنين سي بي بتوعي الباكات بتوعي اللي في القلب دول بخليهم زي ما هما ما بلعبش فيهم، هي ستي باك وايل اتاكينج مالناش دعوه بيها. بالنسبه بقى للايه للاثنين ال بي والار بي، الاثنين دول يا معلم بخليهم ستي باك وايل اتاكينج برضو، بس بديهم هنا اوفرلاب، والتاني برضو بخليه ستي باك وايل اتاكينج برضو اللي هو البقاء في الخلف اثناء الهجوم، وبديله برضو اوفر ايه لاب. اوكي بس كده دي كانت التعليمات والتاكتكس للخطه بتاعت 4-3-2. جربها واكتب لي في الكومنتات ايه رايك فيها، ولو ما عجبتكش بلاش تكتب لي كومنت مش كويس، بس جرب خطه تانية من الخطط اللي انا حاططها لك، يمكن الخطه دي ما تمشيش مع اسلوب لعبك. كل واحد ليه اسلوب لعب وليه خطط بتمشي مع اسلوب لعبه، فلو ال4-3-2 ما مشيتش معاك جرب ال4-4-1-1 يا عم، جرب 4-2-3-1. انا جربت ال4-2-3-1 وعجبتني قوي. اكتب لي بس في الكومنتات ايه رايك فيها، ولو اول مره تشوفني بقى يا معلم لايك وسبسكرايب وشير. سلام.